المركز باش نعرف هاد الناس يوقفوا معايا، نعرف السبب ديال الموت ديال اختي. اختي ماتت في الاردن، اختي مغربيه وراجلها اردني وماتت في الاردن. انا جيت عند هاد الناس بغيت غير ندير التشريح لاختي ونعرف السبب الحقيقي ديال الوفاه ديالها. كيقولوا لي اختك ماتت هي والولد ديالها، انا ما متيقاش. بغيت نعرف اختي باش ماتت، كيقولوا لي اختك النهار الاول ميته عاديه. شويه كيعيط لنا راجل كيقول لك اختك مقرضه، اختك جمعوها في ميكا، اختك راسها مسحوق وراس اختي وصلني بان راس اختي صين، ما مسحوق ما والو. انا باغا ندير لا طوبسي وباغا نعرف اختي باش ماتت ونبرد. مخاطبتنا كيف ما سمعتوا فهي اليوم جات لهذا المكان بسبب مشكل الاخت ديالها واللي تزوجات براجل كيحمل جنسيه مزدوجه اردنيه وبلجيكيه. وباش نتعرفوا اكثر على قصه الاخت ديالها انتظرنا دورها ورافقناها عند المسؤوله في مركز الاستماع داخل هذه الجمعيه. انا باغا ندير التشريح نعرف هذا الشيء واش واقع في اختنا، واش هذا الشيء بصح نيت واش كاين. حنا جانا الصندوق ما شفناش، جانا الصندوق ما شفناش ختنا، امها وباها ما باردينش باغي يشوفوا بنتهم. بنتهم هنا في كازا ياك؟ هنايا والديها في البلاد. الطلب ديالكم هو انكم بغيتوا ديروا تشريح الجثه باش تعرفوا الاسباب اللي ادت للوفاه ديال اختك. اسباب الوفاه ديال اختي بانها مقتوله. حنا كيقولوا لنا كسيده، حنا بغينا نشوفوا الكسيده اش تعرف اختنا، اشنو السبب الحقيقي، حنا بغينا التشريح. هنا سولنا رئيسة هذه الجمعية على كيفاش غادي يجري التعامل مع هذه الحالة. أغلبية الملفات أن ما كيكونش داك الزواج ناجح، كيكونوا دائما فيه المشاكل. يعني وصيغتوا هذه الحالة هذه اللي طرحت علينا هاد اللي مزوجة بأردني، وحنا في الدراسة ديال الملف ديالنا أنها ما ميتاش عن طريق الحديث السير، بتضارب واحد المجموعة ديال الحقائق. عطينا واحد الصور ديال الحادثه ديال السياره، سياره ما معرضاش للحادثه، والسياره معرضه للحادثه، والسياره اللي ما معرضاش للحادثه انها يعني موضوع عليها دم بطريقه محكمه. يعني هذا تناقض. التناقض الثاني انه تيقول بان الحادثه ديال السير ان الزوجه ديالو ضربات، يعني تشق ليها الراس ديالها، وحنا كنشوفوا في الراس ديالها تسحق ليها الراس ديالها مجموع، ولكن في الصوره ديال قبل الدفن انها مضروبه، يعني زقه تحت العين وبها حناء في الجانب احدى الجوانب ديال الوجه ديالها، ومخيطه ثلاثه الخياطات على الجبهه ديالها. يعني هناك تضارب. هذا الشيء اللي جعل لسان رئيسة هذه الجمعية كيشير لوجود آثار التعذيب على جثة الضحية قبل الوفاة. الأخت حنا غادي ندرسوا هاد الملف، يعني وغادي نديروا واحد ملتمس للسيد وكيل العام للملك في الجهة اللي أنها دفنات فيها جديدة ياكي. غنديروا واحد الملتمس ونطلبوا أننا باش على مجموعة ديال المعطيات اللي قدمتوا لينا، لان حتى حنا في اطار التحقيق ديالنا داخل المركز ان داك حنا معاكم في التضارب ديال هذه الحقيقه ديال الزوج ديالها. يعني حتى حنا معاكم في الطرح. يعني وربما انا الوكيل العام للملك اننا ملي غنجلسوا معاه وغادي نوضعوا ليه هذه الحيثيات كامله ان شاء الله راه غيكون خير. وهاد حتى الصوت ديالنا مع الصوت ديالكم خاص يمشي للراي العام. زدنا وسولنا مخاطبتنا على عدد ونوع الحالات اللي كيتم استقبالها في هذا المركز. لا يحصى، يعني اشكال. يعني كاين اللي عندنا واحد سميتو الملف، يعني مزوجه ثاني بمصري، يعني غير تزوج بها على اساس ما بداخله، يعني عنده واحد الرغبه انه باش يدير الاوراق هنا في المغرب، يعني وخلاها مرهونه، ما هي متزوجه وما هي ولا مطلقه.